الشهيد رعد سيف الله كرم الفيلي. ولد الشهيد رعد سيف الله في عام 1958 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية في عام 1980. اعتقل الشهيد من قبل نظام البعث بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد رعد لأقصى أنواع التعذيب الكيميائي والجرثومي دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه أو الذنب الذي ارتكبه. ذوي الشهيد كانوا يزورونه في بادئ الأمر في نجرة السلمان وأبو غريب، ولكن بعد ذلك انقطعت أخباره إلى أن تم إعدامه هو وأخويه سلمان وجواد في عام 1985، ولكن ذووه لم يعلموا بخبر استشهاده إلى ما بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قوائم الشهداء المعدومين في المقابر الجماعية.